عاملين ايه يا جدعان؟ بيتر كله كان تحقيق جديد. اتعمل فيديو من فتره عن الناس الخطر على البشريه، بس يعني ما كانش اللي هو يعني ما كانوش مؤذيين جامد. بس المره دي عملت لكم جزء احقر بكتير عن الاولاني، وهتعرفوا الناس دي ازاي بجد خطر على البشريه. اول حد معانا الفحل هادي عادي. هادي بيعلمنا ازاي بجد نبقوا رجاله، وان في فرق بين ذكر وراجل. عارفين انتوا الموضوع اللي هو ذكر في البطاقه ده؟ انت ذكر في البطاقه، بس هادي بيعلمنا بقى ازاي نبقوا ذكر في البطاقه وبرده في التعامل مع البنات. وبرده بيشرط من الفيديوهات ديت يعني بتاع 150 بنت كده من 15 ل 18 سنه كل فيديو. 3 حاجات ما ينفعش تعملها وانت راجل شحط كبير. بارت 2، انك تقسم التشيك مع البنت اللي انت خارج معاها او تخليها تحاسب كمان. والله يعني انت لازمتك ايه في الحياه كده؟ هي بقى اللي تعدي عليك بعد كده، وهي اللي تخرجك، وهي اللي ما ينفعش تخلي البنت تحاسب قبل ما هي تقعد اصلا. تكون انت كراجل هنتلت الشيء. الواد ده حرفيا يا جدعان بالجمله اللي هو قالها دلوقتي ديت هوريكم البنات ازاي بتقلع في الكومنتات. صفاء، كنت عارف انك هتبقى صح جدا من قبل ما اكمل الفيديو. شاهد، ربنا يكرمك ويكتر من امثالك. لولو خالد تكسر يا هاني. That's so cool! It's like it's in real life. نفسي اعمل حمله كده نتجمع احنا كرجاله يعني، وممكن بنات ينضموا لينا يعني. ان ايه واحد عامل شعره مولد نقطع له شعره ونمسكه ناكله علقه لحد ما يموت. ايه رايكم في الفكره دي؟ واخدين بالكم الف في الاول؟ وممكن بنات ينضموا لينا يعني. وممكن البنات عشان يضمن برضه الشقطايه. اي حد يعمل مولد لازم نقضي عليه. مش عايزين غير باسكت، احنا مش عايزين غير رجاله. عارف لما تستحمى بميه سخنه وتلاقي الميه السخنه دي مره واحده قلبت ساقعه؟ اعرف ان في شخص تاني بيستخدم الميه السخنه دي. شغل دماغك شويه. شغل دماغك شويه. عارفين يا جدعان النظام ده من الفيديوهات اللي هو لما تعبي العربيه بنزين وتيجي تركبها تلاقي البنزين خلص، يبقى اكيد في حد ركبها. وهنا مش قصدي العربيه. انت ازاي جبتها كده بجد؟ انت فاهمني قوي عامه. عموما انت جبتها صح. النهارده هنتكلم على 5 جمل البنت لو قالتها تبقى هي تقصد حاجه تانية خالص. لما تقول لك ان هي مش جعانه، هي سيمبلي جعانه بس هي مش عايز تقول لك. هي مستنيه الحته اللي هي فاهم البوش، انك تقول لها ايه، يلا عشان ناكل مع بعض. هتلاقي الاكل على طول، ما تعزمش عليها. انت هتلاقي الاكل على طول واختار على مزاجك وهي يعني ايه يا اسطى مش جعان؟ انا هاكلها بالعافيه. شايفني انا بتكلم بصدق، مش محتاج حريم اخويا. بتكلم براحتي، كفايه عليا حب الناس. انا بقول كفايه قصي من الواد دوت ونخش على تاني كلام معانا. الراجل العظيم احمد شيكو. الراجل ده يا جدعان بيحلل اي حاجه فيها مصطلح مزيكا. اي حاجه محطوطه على بيت هو عارف هو بيتكلم عن ايه. والمغني ده قال الجمله دي عشان الموقف اللي حصل له في 2019. طب والعيش اللي انا جبته، طب والكاشير اللي حسبته. يا جدعان حلوة قوي، حلوة قوي 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 والله العظيم. واهلا بيكم في الشيكو شيكو. واهلا بيكو في الشيكو شيك. انا بجد بحب الحته دي قوي. عاوز علبة جبنة دي مثلا. اخر علبه خدها الاستاذ اللي هناك ده. مفيش خالص. للاسف احنا نسينا نطلب النهارده. مشوار اتضرب على الفاضي. اول ما اللفة حصلت وظهر هيثم شاكر، انت قلت في دماغك ياه ايه ده؟ مين افتكروه ازاي اصلا؟ لقوه فين يعني؟ ده كان قاعد فين ومستخبي؟ ومين الكرييتيف انا عارفه، ابانوب مرجان وحامد الشراب. ابانوب مرجان صايع جدا، هو اللي كان عامل اعلان بلبن السنه اللي فاتت مع اكرم حسني، وتقريبا برضو كان معاه حامد. يا اسطى انت ازاي عرفت الحاجات دي؟ انت دورت على ايه اصلا وكتبت ايه؟ الراجل ده حرفيا زي الراهب كده، مكرس حياته لتحليل الاغاني. بيمشي اميال وايام في الصحراء عشان ياكد لك ان تحليل الاغنيه ده صح. اديله على اونة على دو على تري، هتجيب الجامد واكلهم كلهم كلهم جوه البوفيه. طب انت محضره بقالك قد ايه؟ ساعتين انت جاي مني عايز ايه؟ لازم الحركات دي كده وهو بيسمع التراك عشان فاهم هو متمزج قوي. انا اصلا مش فاهم هو الواد بيقول ايه ولا هو بيعملوا ايه اصلا. الهبل اللي هم بيعملوه دوت، بس هو لازم كده يعني. وطبعا احنا مش الشيكو عشان نعرف نفهم الكلام اللي هم بيقولوه دوت. وانا مش بقلل من الراب والله، انا بسمع راب اصلا، بحب الراب. كنت بسمع باتل راب من ايام رابور ضاي والكلام ده. انت بتتريق على لبسي، مهما البس قديم مش هتبقى حازم ميسي انسي. هو لعبها صح برضه، فهو برضه مثمر. الروح الرياضيه في الراب لازم يعمل له كده عشان يقول له انت جامد او انت ازاي حاطط عليا كده. والشيكو انبسط طبعا من الحوار دوت يعني، عشان عيال بتلعب. عندي واحد صاحبي اسمه فالورد بيراب كل 5 دقايق. كل 5 دقايق بيجي يسمعني راب عمله. مش عارف بيلحق يكتب منين اصلا. تقريبا اصلا هو ابن الاستاذ احمد شيكو ده. مرعب برضه وعنده روح رياضيه. وكل مرة خريطها بعاد يبقى ليه اللقا، وكل مرة معاد يبقى ليه الصدف. من الأول نتجمع واحنا مش لبعض أصلا، الدنيا وهمتنا إن بينا واصلة.
كنت مستني تقاطع خط مايل مع مستوي. بحبك يا عمار. معانا بقى شبيه رمضان التوخ او الدحيح لو كان لسه بيكتب لنفسه. هو اللي عاجبني في الواد ده ان هو بيحاول على قد ما يقدر يلمس الحته اللي هي بتاعت الدين في قلبنا ديت، بس عمره ما عرف. انا عايزك تتخيل كده معايا عزيزي المشاهد الجميل، لو انت قاعد بتفطر كده في روقان، فجأة وانت بتقلب على التلفزيون لقيت لك اعلان ظهر فجأة. الاعلان دوت مدته دقيقة وبيتكلم عن نوع بن. جرب الدقيقة لحد الثانية 40 ونسمع الاعلان بيقول ايه. يا الله يا حضراتكم، ده اللي هو ازاي اتذاع ازاي؟ فين الرقابه يا جدعان؟ فين الحاجات دي؟ يعني كفايه الدين بقى، كفايه الدين. يعني احنا بنعبط بنسفي بس الحاجات. انت بتقول ايه يا اسطى؟ كلنا بنتلعثم في الكلام واحنا بنصور، بس بنقطع كل ده في المونتاج. بس هو قرر يسيب الطلاسم اللي هو قالها دي زي ما هي عشان يبين ان هو متعصب وعفوي واللي في قلبه على لسانه. وكفايه لحد كده، كفايه لحد كده بقى. انتوا ما بتخافوش ربنا؟ انا طلعت اتكلم عن الموضوع عشان دي حاجه ما ينفعش حد يسكت عليها، والموضوع حرفيا شخص بس اللي اتكلم عليه والفيديو بتاعه ما سمعش. فانا قلت اعمل اللي عليا يا اخو. رسالتك وصلت يا هشام يا كلاله. اصلا انت اسمك لوحده ما ينفعش يتذاع اصلا. انا شايف ان اسمك محظور اكتر من اللي اتقال في الاعلان. الله. طب يا اخواتي، انا في فيديو شفته النهارده وانا بريلز الفيديو وانا بشوفه، اقسم بالله وشي عمل كده. وشك ايوه فعلا، انا وشي بيعمل كده برضه لما بتفرج عليه. كلنا وشنا بيعمل كده. واحد وواحده شغالين في وزاره الزراعه، تمام؟ الواحده ديت الراجل قاعد وهي رايحه عليه بتلطش له. متخيلين الراجل بيتضرب من واحده؟ قصدك ايه ان واحد بيتضرب من واحده يا كلاله؟ قصدك ان العادي ان الراجل هو اللي يضرب الست؟ يا الله عليك والله. دي الصور اهيت وهي رايحه له، والراجل يا عيني اتصدم منها وفضل يجري. مش خوف عامه. قمت انا ساكت عشان مش عارف ايه اللي حصل وهي بتعمل كده ليه. بس انا اشهد للراجل على احترامه، ايده ما اترفعتش عليها وفضل يبعد منها. يا اسطى انت جامد فشخ والله. انت ناقصك بس حد يكتب لك ويسجل لك ويسجل مكانك. معانا برضه استاذ دانيال الحساس اللي لو شاف اي حاجه بتعيط ليه؟ ده مجرد اعلان. اكيد كلنا عملنا كده لما شفنا عبله كامل في الاعلان. انت عارف لو بنت هي اللي عملت الفيديو كان هيبقى مقزز بس مقبول شويه. بس انت ما ينفعش تعمل كده بالدقن اللي عندك دي، غير انك اقرع، فالمفروض تبقى فحل يعني. You're a man. You are a man. Stand up and be a man. Make the hard decisions. Make the sacrifices. Make the unpopular decisions. And become comfortable in your own skin. قبل ما ينسوا ظلموا يا اسطى انت بجد رايح في سكه وحشه خالص. انت كده مش قلبك ابيض ولا حساس. انت كده مش عارف وربنا انت ايه. بس ايه اللي انا شايفه ده غلط على البشريه. انا بقول كفايه كده يا جدعان. ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك وفولو على الانستا والتيك توك وتخش سيرفر ديسكورد. كل سنه وانتم طيبين. بس كده، سلام. لا انا بس مش فاهم انت قصدك ايه. الساعه 4:30 الصبح في 2 مرجعين ورا علينا ودلوقتي مش شايفين قدامهم. انا شارب 4 بتاع 10 12 ريد بول عشان افوق، عشان انا قلت هوصلنا بالليل. وانت جاي دلوقتي تقول لي ها هنعمل ايه؟ هنروح ننام. انا محتاج اروح انام.